تفتكروا ان في حد ممكن يحرق فلوسه بايده؟ اصبر خليني اقول لك. ممكن حد يحرق فلوسه وبايده كمان. لو مش مصدقني تعال نسال السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل. من حوالي 30 سنه كان في شاب في امريكا بيدرس في الجامعه وبيشتغل بعد الظهر في مطعم وجبات سريعه. علشان كده ربنا كرمه وتخرج واشتغل في شركه كبيره بمرتب كبير ومحترم. بس تفتكر انه صاحبنا كده مرتاح؟ ابدا. علشان كده في ناس قالت عليه متمرد، وفي ناس قالت عليه مجنون، وفي ناس قالت عليه مش مقدر النعمه. لكن هو كان شايف نفسه في حته تانية، بس كانت في مشكله صغيره ان هو مش عارف الحته التانية دي فين. وصاحبنا كان قاعد على كده بيتابع تقرير عن تضاعف مستخدمي الانترنت، ووقتها دي كانت ظاهره جديده. وصاحبنا ركبه عفريت وعرف الحته التانية فين، وجري على جراج بيتهم علشان يبدا اول مشروع خاص. قرر يبيع كتب على الانترنت باسعار محروقه جدا. عمل موقع اسمه كدبرة. ليه كدبرة؟ علشان كان شايف ان الانترنت اشبه بالسحر. في كارثه ان فلوسه ما كانتش مكفيه، فبدا يلف على اصحابه واحد واحد وقابلهم وحاول يقنعهم بمشروع، ولكن اتقابل بتنمر، واتقابل بعدم مسؤوليه، واتقابل باللوم. انت داخل تبيع على شبكه افتراضيه باسعار محروقه، اكيد المشروع ده مستحيل يتحقق. لكن صاحبنا قرر بدل ما يعمل دعايه واعلان كتير فكر انه يحرق الاسعار ودي تكون هي الدعايه بتاعته. وكان شايف ان الكتاب منتج خفيف ويقدر يحرق سعره، وبعد كده يقدر يبيع اي حاجه تانية. اسم كدبرة ده كان بيلخبط الناس، فمن هنا قرر انه يغير الاسم. عمل اسم امازون، وفي خلال شهور قليله بدأ الموقع يحقق نجاح كبير جدا. اول سنه قدر الموقع يحقق مبيعات 511,000 دولار، وفي سنه 96 وصلت مبيعات الموقع ل 15.5 مليون دولار، وفي سنه 97 الموقع دخل البورصه بقيمه 437 مليون، وفي 99 وصلت مبيعات الموقع ل 1.6 بليون دولار. المفاجاه المذهله مع كل ده كان لسه بيحرق أسعار، ولكن في نفس الوقت قدر يأسس أكبر شركة بيع في العالم كله. أمازون قدرت تحقق أول أرباح ليها سنة 2003 35 مليون دولار. درجة النهاردة أصبحت قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار. والشاب اللي كان بيبيع كتب على الإنترنت ده واحد من أغنى أغنياء العالم دلوقتي، اسمه جيف بيزوس. والسؤال هنا، لو انت عندك وظيفة مضمونة ومحترمة تسيبها وتغامر، ولا المضمون مفيش احسن منه؟ اللي نقدر نستفيده من الموضوع ده، من القصة دي، من اللي عنده حلم وعنده حاجة حاسس بيها من جواه، أرجوكوا يسعى عشانها. وأنا واحد من الناس كرجل أعمال شفت حاجات كتير وجربت حاجات كتير ووقعت في مشاكل كتير، والحمد لله نجحت وحققت هدفي. انت كمان لازم تحقق هدفك وتجري وراه، وبرضه ما تنساش تسأل السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل.